مالك يا عمر؟ مش عارف ابتدي منين يا دكتور. قول بس اللي جواك. اصلها حاجة تنرفز. هو ايه ده اللي بينرفزك؟ الأفراح. طقوس الفرح المصري دي بعتبرها عجيبة من عجائب العصر الحديث. كل ما اجي افكر فيها ما افهمش المنطق وراها خالص. الغريب انها ثابتة تقريبا في كل الافراح، ايا كان المستوى الثقافي او الاجتماعي او المادي بتاع اصحاب الفرح والمعازيم. بيبتدي اي فرح مصري بخدعة في الاول اسمها ميعاد الفرح. من شبه المستحيل انك تعرف الميعاد الحقيقي لبداية الفرح، ولا حتى العريس والعروسة بيعرفوا. لكن ده ما يمنعهمش انهم يدولك ميعاد ويأكدوا عليك انك ما ينفعش تتأخر عشان تلحق الفرح من اوله، وبعدين تروح وتستنى ما لا يقل عن ساعتين عشان يبتدي بجد. وحتى لو رحت متأخر برضه هتستنى. طبعا احتار العلماء في تحديد سبب التأخير اللي بيبقى غصب عنهم ده، بس قدروا يوصلوا لعدة نظريات. النظرية الأولى هي إن العريس والعروسة بيبقوا مستخبيين لحد ما نسبة كبيرة من المعازيم يوصلوا، والنسبة دي اللي بيحددها الحموات غالبا. ورغم إن النظرية دي مش بطالة، لكن أنا بميل للنظرية التانية أكتر، ألا وهي إن في شوية أنشطة لازم يعملها العريس والعروسة قبل الفرح على طول، وما ينفعش قبلها ولو بيوم. الأنشطة دي بتبقى نوع من أنواع حب تعذيب النفس، وبتتضمن الفوتو سيشن والكوافير والميك اب ارتست وحاجات تانية. ودي السبب الحقيقي إن الفرح بيتأخر. مبدئيا الكوافير ساعات بيكون هو الميك اب ارتست، او على الاقل ده اللي كان بيحصل في فتره من الفترات. وبعدين الموضوع اكتشفوا فجاه انه معقد ومتخصص جدا، فبقوا بيقسموه على وظيفتين. يعني ممكن تعتبر الكوافير ده طبيب التخدير مثلا، والميك اب ارتست هو الجراح اللي بيشتغل وراه. وحته الجراحه دي ما فيهاش مبالغه كبيره على فكره، لان العرايس بعد الميك اب ارتست بتحسهم فعلا لسه طالعين من عمليه، بس للاسف مش بتكون معظم الوقت عمليه تجميل. عموما في كتالوج شبه ثابت في الحالات دي. كل العرايس لازم يطلع لونهم ابيض حتى لو لونهم اسمر ولاقي عليهم، مش عارف ده عشان يطقموا مع لون فستان الفرح ولا ايه. والبياض هنا بمعناها الحرفي، يعني بتفتخر كل الميك اب ارتستس ان هم بيقدروا يحولوا لون اي بشره لون الابيض بتاع الورق ده. مش مهم ان يبقى شكلهم حاجه ما بين اشباح كونجرينج والزومبيز، خصوصا مع العدسات الملونه المرعبه الاجباريه اللي بيلبسوها. المهم ان يبقى شكلهم كانهم خبطتهم بوشهم بتورته الفرح. ودي مهارة بصراحة بحيي بتوع الميك اب عليها، ونفسي مهاراتهم دي توصل للمؤسسات الأمنية عندنا ويساعدوهم في عمليات التجسس والتنكر زي أفلام ميشن امبوسيبل كده. أما العريس فكل اللي بيعمله إنه بيروح للحلاق وبيستحمى بالكتير. نيجي بقى للفوتو سيشن، ودي عملية كانت تقليدية زمان وبتتعمل عشان تخلد الذكرى على هيئة برواز بيتعلق في البيت بقية حياة العروسين. صورة في استوديو بسيطة فيها ابتسامات عفوية وحقيقية وجميلة، لكن حاليا هي بقتش صورة، هي بقت فيلم كامل بيقوم باخراجه شخص معاه كاميرا بروفيشنال ما بيعرفش يستعملها. صوره كلها بتطلع بجوده اي موبايل نضيف شويه، لكن مهاره الراجل ده مش في التصوير خالص، مهارته في فن الاقناع اللي فعلا بيستعمله بحرفنه ما حصلتش. بيقدر المصور انه يستخدم عدستين بالعدد ويطلع بيهم كام كادر حافظهم وبيكررهم في كل فوتو سيشن عشان يقدر يقنعك بعظمه العمل الفني اللي بيعمله. وبعدين عنده حركه صايعه كده، انه يعمل نفسه بيتفرج على الصور في الكاميرا وبعدين يبتسم كده ويقول لك شوف يا عريس الصوره دي هتحطها بروفايل بيكتشر، ويقوم مدد لك ايده بالكاميرا لمده 3/4 ثانيه بالظبط، اللي هو ما تلحقش لا تعترض ولا حتى تشوف حاجه. طبعا حدث ولا حرج في الاوضاع اللي بيجبر المصور العرايس ان هم يعملوها عشان هو شايفها من وجهه نظره كويسه، في حين هو كده بيطلعهم بشكل متخلفين عقليا. وبما ان الانشطه دي كلها بتعطل العرسان، فالمعازيم بيبقوا زهقانين، ومن هنا بيسيبوا لهم على بوابه القاعه كتاب فاضي وقلم بيسموهم جيست بوك، علشان يكتبوا فيه اي كلمه للعرسان في وقت فراغهم. وللاسف الشديد ما حدش بيجي محضر حاجه تتكتب في كل مره، فبتتراوح الرسائل اللي بيكتب لهم ما بين مبروك، الف مبروك، او الف الف مبروك. وبصراحه ده كويس، لان في حاله لو حد قاري يبتكر بتطلع حاجات غريبه جدا. يعني هتلاقي قرايب العريس من الاجيال الكبيره بيكتبوا له عن ذكرياته معاه، زي فخرهم ان هم كانوا بيغيروا له وهو صغير مثلا. وطبعا الرسائل دي بتاثر على ثقه العريس في نفسه، في يوم هو محتاج الثقه دي كلها واكتر، ده محتاج تشجيع يا جماعه. بس نقول ايه بقى، بنعرف ان العريس والعروسه قرروا اخيرا يعفوا عننا ويبتدوا الفرح لما بتظهر كتيبه الزفه. ساعه الا ربع من المحاولات المستميته لتصديع واحراج العرسان. الزفه عباره عن ناس متنقيين عشان صوتهم وحش جدا، وبيدولهم اكبر كميه من الطبل عشان يجعروا ويرزعوا في ودن العرسان. وكمان بيجيبوا كل الناس تقعد تتفرج عليهم وهم بيقفوا شويه او هم بيمشوا بالتصوير البطيء شويه، في واحده من اكتر المواقف المعاقه اللي ممكن اي حد يعيشها. العرسان يا عيني بيبقوا فرحانين اول 5 دقايق، وبعدين الوقت بيطول، الوقت ما بيعديش، بقهم بيوجعهم من كتر الابتسامات لكل واحد بيعمل هاي من بعيد.
ولولا انهم بيدوا لهم فقره في النص يخلوا اصحابهم يلفوا حوالين شويه ويرقصوا كانوا مشوا وسابوهم. بعد الزفه بيتم جمع المعازيم مره تانية ويحبسوهم في القاعه ويقفلوا عليهم، في مشهد شبيه بمدرسين الالعاب لما كانوا بيلموا طلبه المدارس بالعصايه على الفصول بعد الفسحه. ليه بقى؟ عشان في مفاجاه جايه كلنا عارفينها، ان العريس والعروسه هيخشوا علينا القاعه في جو من الترقب وموسيقى السسبنس. فاول ما يخشوا بنعمل متفاجئين فعلا، وللامانه هم نفسهم بيكونوا متفاجئين من الجو الفيك ده. بس المهم ان اللي بيحصل بعد كده هو الفقره الوحيده المبهجه للعرسان، بيسمحوا لهم اخيرا ان هم يرقصوا الفيرست دانس مع بعض. صحيح بيلاقوا جنبهم ولدين مأنججين بعض وبيرقصوا، بس هنعتبرها برضه فقره حلوه، لان للاسف بعدها صاحب الفرح الحقيقي اللي هو الدي جي بيقرر يتحكم في مصير العرسان والمعازيم للساعات الجايه كلها. الدي جي بيقلب فجأة الأغاني الرومانسية الجميلة وبينزل بأسوأ ما هو موجود في السوق دلوقتي من أغاني اللي بيقولوا عليها مجازا أغاني شعبي. الفقرة دي بيكتشف فيها العريس صحابه من جديد، بيعرف مين الاكستروفيرتس اللي بيرقصوا معاه ومين الانتروفيرتس اللي بيسقفوا من بعيد بس، وبيعرف مين الأندال اللي بيوجبوا معاه ومين الجدعان اللي بيحموا منهم في الزحمة. تقاليد الرقص الجماعي في الفرح بقى بتختلف من البنات للولاد. الولاد بتبقى فاكره انها بتعرف ترقص، فبتطلع مهاراتها كلها في الجمباز والكيك بوكسنج في مشاهد هتفكرك بجلسات العلاج بالكهرباء. ورقص الولاد عباره عن مجموعه ثابته من الحركات بيفضلوا يعيدوا ويزيدوا فيها لحد ما الفرح يخلص. هقول لكم شويه منهم. الحركه الاولى ممكن نسميها حركه البطريق، ودي عباره عن ان الولد بيمسك الجاكيته بتاعته كانه بيقلعها ويخش بيها على العريس وهو بيتهز زي البطريق كانه عايز يخبيه جوه. وساعات بيعملها ولدين قدام بعض في منافسه شبيهه بمراسم تزاوج بعض الطيور. في حركه تانية برضو بتاعت يلا نلخبط ايدينا، بيقعدوا يحركوا ايديهم بسرعه بشكل دائري وهما بيرقصوا، وساعات بيتخيلوا ان هم ماسكين مطوه في النص، ودي بتعتبر حركه روشه اللي بيعملها اسرع ناس فيهم. ولازم طبعا ما نغفلش حركه الدوده، ودي بيبقى فيها استرجاع لروح الطفوله لما كنا بنعمل قطر واحنا صغيرين، بس المره دي بنلف حوالين العريس ونقفل عليه ويحاول يطلع واحنا ما نطلعهوش، ودي غالبا بتبقى الحركه اللي بيستغلها الاندال في التوجيب معاه، هي وحركه يلا نرمي العريس لفوق عشان نرجشه يوم فرحه. اما البنات فرغم ان هم يقدروا يرقصوا لكن ما بيقدروش باب الحرج او خوفا من اهاليهم وكلام الناس، فبيمارسوا رياضه هز الكتاف، وده نوع من الرقص اللي هو مش رقص برضه بس يفي بالغرض، اللي هو على قد فلوسكم يعني. بعد ما يتكيف الدي جي ويحس انه وصل رسالته القيمه من العته الفني، بيعتقنا لمده 3 فقرات قبل ما يرجع تاني. فقره يلا كلنا نتصور صور المنتخب الوطني، ودي بتنتهي بان العرسان بيبقوا طالعين في نص الصور مزنوقين في الكوشه وشايلين على حجرهم ناس عمرهم ما شافوهم ولا عارفين مين عزمهم على فرحهم اصلا. الفقره الثانيه هي فقره دمويه، الفقره اللي بتقرر العروسه ترمي البوكيه لبنات الفرح في جو شرس مليء بالنفسنه اكتر من التنافس. بيشوف الجو ده كمان قدر لا باس به من الفساد الشعبوي وانعدام الشفافيه، لما نكتشف ان العروسه اصلا مظبطه مع واحده من صاحباتها القريبين ترمي لها البوكيه، وده بيسبب جروح نفسيه صعب معالجتها لبنات كتير. والفقره الثالثه بقى هي اهم فقره لمعظم المعازيم، الا وهي فقره البوفيه، حيث تنتهي حدود الانسانيه وكافه قواعد التحضر واللباقه في هذه اللحظه الفارقه، وبيرجع البني ادم لجذوره القديمه من العصر الحجري في معركه غير شريفه البقاء فيها للاقوى والكثره، ومفيش قوه كونيه تقدر تحافظ على النظام والطواوير في اللقطه دي حتى لو جبت لهم ثانوس بنفسه يشرف عليهم. طبعا معظم الناس بتمشي بعد الاكل على طول، بس البقيه اللي بتفضل بتبقى لسه عايزه توجب مع العرسان بس بالمعنى كويس المره دي، او بتبقى عينيها على حد من الجنس الاخر، فبيحاولوا يقعدوا اكبر وقت ممكن لاصطياد فرصه فرح الكلام. وبتعرف الناس دول في اخر رقصه اللي بتتعمل طبقا لقواعد الدي جي المصري على اغنيه سهر الليالي، ودي بيقف فيها صف البنات قدام صف الولاد ويقعد عرسان المستقبل يشلتوا في بعض وسط مراسم مبهجه وحاله من النشوه المفرطه الغير مبرره. ده انا كده ما جبتش سيره قعدات النم في الفرح على العرسان، ولا زفه العربيات اللي بتقفل الطرق، ولا الناس اللي بتضرب نار، ولا فقره التورته وغيرها. المهم ان الجو ده ما ينفعش نجبر كل الناس تعمله بالعافيه في افراحهم، ممكن يبقى في حاجات تانية تفرح الناس غيرها، بس المشكله انك لو حاولت تخرج عن المألوف وتعمل الفرح بطريقه تانية بتلاقي كله متضايق، كله معترض، الاهل قبل الاغراب، وبتلاقي ان استسلامك لفرح ما بيسعدكش وبيسعد الناس مجهود اقل بكتير من انك تحاول تقنع الناس بغير كده، ده اذا اصلا شريك حياتك كان موافق انك عايز تغير حاجه. عشان كده بقول لك يا دكتور ان دي حاجه تنرفز، عارف ليه؟ عشان دي فعلا حاجه تنرفز.